في واحد حاطط صورة حزينة وكاتب إنه زعلان جدا من موقف إن صديق عمره راح خطب وجاب شبكة وحدد ميعاد فرحه من غير ما يقوله، مع إنهم دايما مع بعض، وآخرها قبل خطوبته بليلة واحدة. دكتور نفسية كانت بتقول لما دورنا على الأشخاص الرئيسيين اللي لهم تأثير كبير على المرضى 80% منهم بيتأثروا جدا بأصحابهم. بطل من أبطال تفجير ميناء إيلات صمم إنه يسحب جثة صاحبه لمسافة 16 كيلو، ولما سألوه ليه عملت كده وترددت قبل القرار ده ولا لأ، قال لهم ما ترددتش لحظة، وإنه عنده يتعب شوية أهون بكتير لما يشوف جثة صاحبه في التلفزيون والإسرائيليين بيفتخروا إنهم قتلوه. في مقولة بتقول صديقك الحقيقي هو الذي يقف أمامك ليحجب عن الناس رؤيتك ضعيف. واحد كان بيقول في فترة كده كان عندي مشكلة واكتئاب وحزن شديد جدا بسبب وفاة أبويا. صاحبي كان بيجي يشوفني كل يوم ويسمع مني نفس الكلام كل يوم لمدة 1.5 سنة أو أكتر، وعمره ما قال لي إني زهقت منك. حد بيحكي لي على واحدة من صحابه قال لي مع إننا لسه عارفين بعض قريب بس إحنا صحاب، ده قبل العملية بيوم فضلت معايا لحد آخر وقت وكانت عايزة تخرجني من مود الاكتئاب بأي طريقة. بنت كتبت لما صاحبتي ماتت فضلت أتعالج نفسيا أكتر من 2 سنين، ولما خفيت فهمت ليه بابا كان دايما بيقول لي ما تاخديش الناس على محمل الأبدية عشان كلنا رايحين. من كام سنة في صلاة العيد كان جنبي واحد بيعيط وبيدعي بصوت عالي وبيقول يا رب اقسم المرض بيني وبينها يا رب. بعد الصلاة قلت له ربنا يشفيها يا رب. قال لي دي ندى صاحبتي ابقى ادعي لها معايا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كنا في الهجرة وكنت عطشان قوي ومعايا إناء فيه لبن، اديته للرسول صلى الله عليه وسلم فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. أعرف ولد حاول ينتحر بسبب زعله على صاحبه المريض، وساعتها قال مش قادر أشوفه بيتألم قدامي واسكت، مش قادر، وقعد يعيط. الحقيقة يا جماعة إن كلمة صديق صعب جدا يكون ليها تعريف، بس انت هتلاقيه شخص بتروح له لما الدنيا تضيق عليك جدا وتبقى عايز تعيط مش تتكلم. هتلاقي نفسك بتدعي له في كل صلاة، بتحبه بعيوبه ومشاكله وقابله كده زي ما هو، عارف بيحب ايه وبيكره ايه وطموحه يوصل لايه، حافظ كلامه ورأيه في كل حاجة. عارف لما تحس انك مطمن انك لو مت او حصل لك حاجة هيبقى في حد بيدعي لك ويفتكرك، هيفضل يسندك من بعيد والوقت مش هيخليه ينساك ولا يبطل يدعي لك. حد واثق انه بيحبك وبيحترم قراراتك وبيساعدك تكون احسن، بيسندك بأفعاله، ولو مش قادر يعمل حاجة بيسندك بكلامه بوجوده معاك، بيتمنى لك تكون مبسوط وبيعمل لك حساب انت في أولوياته، مش بيكلمك لما يفضى. حد بيقدرك وبيقدر علاقتكم ببعض، بيقدر وجودك. ولو لقيت الشخص ده في حياتك امسك فيه بإيديك واسنانك، لأنك صدقني نادر قوي وجود الناس دي في حياتنا.